الحلقة التانية من مسلسل العميل. مفاجآت قوية جدا، وتعالوا النهاردة نشوف بعد سجن أمير ايه اللي حصل. في البداية بعد سنة بيعدي خلاص فترة محاكمة أمير، والمفروض ان هو خارج النهاردة من السجن. بتكون في العربية نور ومعاها ميادة، وبتقول ان المفروض تكوني مبسوطة بقى يا خالتي ميادة لان خلاص أمير هيخرج. قالت ميادة بس ربنا يستر وما يعملش مشاكل تانية. قالت لها ولا مشاكل ولا حاجة، ان شاء الله خير. وكمان اصلا كويس ان هو ما بقاش شرطي. على فكرة لو كان بقى عميل كان الموضوع هيكون صعب كتير، لان شغلهم اصلا صعب وكنا هنكون خايفين عليه، لان اصلا الشغل بتاعهم مش سهل، يعني خطير جدا. قالت لها تمام ان احنا يعني نفكر في كده، ان احنا ناخد مزايا من الضرر اللي حصل لنا. قالت لها ما تلاقيش من حاجة، ان شاء الله خير وامير هيخرج وهيكون معانا. قالت لها طيب تعرفي ليه ما قالناش على ميعاد خروجه؟ ردت نور وقالت لها لا والله انا لولا اني كلمت المحامي ما كنتش اعرف اصلا انه خارج النهارده. ميادة ونور قدام باب السجن وبيخرج بعد كده امير. بيتفاجئ بيهم وبيسلموا عليه وبيكونوا فرحانين جدا. لكن مرة واحدة بيظهر وسوف اللي كان مستني امير برضه يخرج من السجن. استغربت ميادة لما شافت وسوف لانها عارفاه كويس جدا لانه كان صديق لجوزها فواز. بعد كده استأذن أمير من مامته، قال لها روحي انتي، أنا يعني هروح مشوار كده وآجي. قالت له ايه اللي هيخليك تروح مع الراجل ده؟ ايه علاقتك بيه؟ قال لها بس روحي دلوقتي. رد وسوف على ميادة وقال لها ما تلاقيش يعني هيخرج شوية كده يريح راسه يعني. ميادة كانت متضايقة جدا بعد ما شافت وسوف. ركبت العربية مع نور ونور قالت لها مين ده؟ قالت لها ده الراجل ده كان صديق فواز، ربنا يستر. كانت قلقانة جدا على ابنها. والسوف بيسأل أمير وبيقول له ناوي هتعمل إيه؟ قال له ناوي أعمل أي حاجة طالما ما بقيتش شرطي، بس لحد دلوقتي مفيش حاجة في دماغي. بياخدوا بعض وبيمشوا. ميادة بتكون قلقانة جدا وبتستنى أمير يوصل. أمير بالفعل بيوصل وبيوصل له الراجل اللي اسمه وسوف لحد الباب. ميادة بتبص عليهم البلكونة ومتضايقة. بيروح بعد كده أمير على البيت وبيتفاجئ بميادة بتقول له أنت فاكر نفسك إيه؟ إيه اللي خلاك تكون مع الراجل ده؟ الراجل ده شبه أبوك بالظبط والمفروض ما تبقاش معاه. قال لها عادي، راجل عادي يعني مفيش اي مشكله، مش شايف اي مشكله. كان بيتكلم بمنتهى البرود. قالت له وانا كنت بعمل كل ده طول السنين اللي فاتت وبستحمل القرف اللي انا شفته علشان خاطر اربيك واطلعك انسان كويس علشان تروح تشتغل وتصاحب الناس دول اللي شبه ابوك. قال لها امي الموضوع عادي يعني، كده كده انا اصلا بعد تربيتك دي كلها برضو ما بقيتش شرطي، فاطمني يعني. عادي بقى الراجل ده او غيره، اه كلهم ناس. ساعتها قالت له انت بتتكلم ازاي؟ إيه اللي انت بتقوله ده؟ احترم طيب اخوك على الاقل طالما مش محترم نفسك. قال لها ماما انا عقلي في راسي وعارف انا بعمل ايه كويس جدا، والراجل ده خلاص هيكون صديقي من هنا ورايح. ضربته ميادة قلم وقالت له ان هي مش مبسوطة ابدا ان هو ابنها بعد كل اللي عملته فيه، والاخر خالص يروح ويصاحب ناس زي دول. بعد الألم ده أمير ساب البيت وخرج على طول. كان متضايق. خرجت وراه نور لأنها كانت سامعة المحادثة اللي بينه وبين مامته. قالت له أنت عايز تعمل إيه بالظبط؟ إيه اللي أنت عايز تعمله؟ قال لها ابعدي عني، أنت مالك بيا؟ ليه داخلة في حياتي؟ إيه اللي خلاكي تجيبي ماما على حفلة التخرج؟ إيه اللي خلاكي كمان تجيبيها على السجن؟ أنت عايزة إيه مني؟ سيبيني في حالي بقى، شوفي حياتك. قالت له أنت أكيد بتهزر صح؟ قال لها لا مش بهزر، لكن حياتي بعد كده هتكون كلها ضحك وهزار وتضحكوا زي ما انتوا عايزين. سابها ومشي. بيروح بعد كده على المكان اللي موجود فيه وسوف، هناك عند المكان بتاعة الشاحنات اللي شغالين فيها، وبيقول له انا عايز مكان انام فيه النهارده لان حصل شوية مشاكل بيني وبين اهلي في البيت. قال له طبعا اكيد. خلى واحد من العمال بتوعه يشوف مكان لأمير، وأمير راح على المكان ده علشان خاطر ينام، وكان متضايق جدا ومش جايله نوم طول الليل. قام وفضل يشتغل في العربيات وبدأ يصلح فيها ويظبط فيها. أمير ما جالوش نوم، والسوف راح وقال له ما تيجي النهارده نخرج ونفرفش شوية. قال له سيبني أنا عايز أنام. قال له ليه؟ ما نخرج ننبسط وأنا جايب لك يعني بدلة علشان تلبسها. لبس أمير وأخدوا وسوف وراحوا على مكان قعدوا فيه، وكانت فيه مغنية وطلب وسوف منها ان هي تغني الاغنيه اللي هو بيحبها، وشغلت الاغنيه دي وفضلت تغني. كان قاعد بعد كده وبيجي واحد علشان خاطر يتكلم مع وسوف وبيقول له مين الصديق ده؟ قال له ده صديقي اسمه امير، هتتعرف عليه في الوسط قريب جدا يعني.
جه بعد كده وقال له: انا عايز اتكلم معاك في موضوع الشغل اللي انت اخدته مني. طبعا وسوف قال له: شغل ايه؟ قال له: طبعا المناقصه اللي انت اخدتها بسعر قليل جدا علشان خاطر تكسبها، وانا شغلي راح خالص. انت فاهم انت عملت ايه فيا؟ ساعتها وسوف فضل باصص له، وامير كمان فضل باصين للراجل ده. الراجل ده لما لقى نفسه هيبدا يتكشف فقال: انا بهزر معاك، انت صدقت ولا ايه؟ فضلوا يضحكوا. قال له: انا اصلا ماليش في موضوع الشغل بتاع الشاحنات ده، يعني غبره وعفره وتراب وعلى ايه. انا حتى عايزه ابيع لك الشاحنات بتاعتي يا وسوف، ايه رايك؟ قال له: تمام، حلو جدا. قال له: خلاص انا هعمل لك كمان خصم حلو جدا على الشاحنات دي. قال له: طيب يعني بكام؟ قال له: بص، انا مش هقولك على السعر دلوقتي، تقدر تجيلي في المكان بتاعي وتشوف الشاحنات ونبدا ان احنا نتفق سوا، ايه رايك؟ قال له: تمام، انا موافق. وطبعا بيصدق وسوف الراجل ده، وهنشوف ازاي هيقدر الراجل ده يخدعه. امير بيروح على بيت مامته، بيكون عايز يخبط، بيفتح الباب، لكن مره واحده بيدير وشه وبيمشي. بتفتح ميادة الباب وبتقوله: ايه، مش عايز تدخل بيت امك؟ مش مستاجر انك انت تدخل لبيت مامتك؟ ايه اللي انت عملته ده؟ وايه اللي انت بتعمله وجودك مع الناس المشبوهين دول طول الوقت؟ مش فاهمه ايه اللي في دماغك، ولا انت اصلا ناوي تقرر ايه؟ انا مش مستعد ابدا اني اخسرك زي ما خسرت ابني، وزي كمان ابوك ما مات وسابنا. امير قال لها: عملت فيك ايه؟ انا ابنك وموجود جنبك، مفيش اي حاجه ولا في داعي انك تزعلي، انا معاكي اهو. اعتقد الناس دول مش هيأذوني زي ما اصلا يعني الشرطه اذوني وطلعوني من اني اكون عميل زي ما كنت بتتمني. قالت له: يعني هو ده ردك؟ طيب امشي امشي روح لهم. مشي طبعا وساب مامته. بعد كده بنلاقي ان تاني يوم وسوف بيقول لي لأمير: تعالى علشان رايحين مشوار. كان مصلح العربية ومخليها حلوة جدا، فاستغرب طبعا وسوف وقال له: خلاص يلا بينا عشان هنروح مشوار للراجل اللي هيبيع لنا الشاحنات. بيروحوا للمكان بتاع الراجل هناك، وهناك بيلاقي أمير خولة، وأول ما بيشوفها طبعا بيقول لها: انت تاني؟ قالت له: انت يعني مش فاهمة ليه الناس مهتمية بيك للدرجات دي؟ الناس كلها مهتمين بيك ليه؟ انت ايه اصلا؟ لا بصي، انا اول مرة شفتك حصلت مشكلة واتخانقت هناك مع السجناء في السجن، يا ترى المرة دي هيحصل ايه تاني؟ شكل كده مشؤوم عليا. قالت له: بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ يعني انت شايف نفسك قوي. بعد كده هما موجودين، راح وسوف واخد خولة علشان يشوفوا الراجل ده، علشان المفروض خولة محامية وهيمضوا العقد يعني بتاع البيع والشراء. بيدوروا وسوف على الراجل، لكن مرة واحدة بيظهر رجالة وبيطلقوا النار على وسوف وخولة. بيروحوا بسرعة وبيستخبوا في غرفة من الغرف الموجودة هناك. وكمان أمير شاف المنظر ده وشاف إن في غدر اتعرض ليه وسوف وخولة كمان. بيبدأ إطلاق النار بين الجهتين، وسوف وخولة مستخبين في الأوضة، وكام واحد بيطلق النار عليهم. وبيخرج بعد كده الراجل اللي ضحك على وسوف وقال له ان هو يجي، كان بيخدعه، وقال له: انت فاكر نفسك هتشتري الشغل بتاعي وهتاخد كمان الشحنات بتاعتي؟ وطبعا قعد ينده وسوف على امير، ما لقاهوش، فكره واطي وطبعا مشي وسابه. لكن وسوف كان غلطان، لان امير كان جيب شاحنة كبيرة وراح على طول في المكان اللي موجود فيه وسوف وخولة، وقال لهم اركبوا، واخدهم على طول ومشي، يعني انقذهم. وطبعا خولة وكمان وسوف كانوا خايفين جدا، لكن قدر أمير إن هو ياخدهم ويخرجهم برا. وسوف بعد كده بيروح هو وخولة علشان يقولوا لملحم على اللي حصل وعلى الغدر اللي حصل من الراجل ده. واستغرب ملحم إن ابن فواز هو اللي أنقذهم، وقال له: أيوه هو اللي أنقذنا فعلا، وعلى فكرة هو اسمه أمير فواز ثابت. بعد كده اتنرفز جدا طبعا ملحم وقال: انتوا عايزين تجننوني؟ انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ ازاي الراجل ده يغدر بيكوا؟ وانت ايه اللي خلاك تاخد بنتي؟ ايه خلاكي تروحي يا خولة معاه؟ قالت: انا كنت عايزه اروح معاه علشان خاطر كان في عقود وحاجات كده لازم تتمضي. قال لها: لا طبعا ما كانش المفروض ابدا انك تاخدها. كان متنرفز جدا وقال لي رجالته: لازم تجيبولي الراجل ده اللي غدر بوسوف، وكمان عايز اشوف امير. ردت خولة وقالت: هو اصلا اول ما سمع سيرتك في الكلام ما كانش قبلك خالص. فقرر ملحم ان هو يروح بنفسه الامير. امير كان بيصلح عربيه وكان نايم تحت العربيه بيصلحها. بيجي بعد كده واحد وبيديله المفك، فبيستغرب، بيخرج وبيلاقي قدامه ملحم وكمان وسوف وخولة، وبيستغرب
وبيقول له ملحم احنا علاقتنا سيئة جدا انا عارف، لكن انا كنت عايزك علشان اتكلم معاك، انت راجل فعلا وشجاع علشان قدرت تنقذ بنتي وكمان وسوف. قال له بعد كده تحب تاخد ايه مقابل انقاذ حياة بنتي؟ قال له لا ولا حاجة، عادي انا عملت الواجب مش اكتر، يعني يكفي انك تقولي شكرا. رد عليه ملحم وقال له والله طيب لو احتجتك في اي شغل هتكون معايا؟ قال له اكيد. بعد كده بيمشي ملحم ومعاه رجالته، وخولة كانت وراهم، سحبها امير من ايديها وقال لها بقولك الدين ده لازم انت اللي ترديه. قالت له انا عايز ايه بالظبط؟ قال لها لازم نخرج سوا النهارده، يعني نخرج مع بعض مشوار. بنيجي بعد كده وبنشوف وسام اللي كان قاعد مع خليل، هو بيقول له ان هو كان المفروض لو معاه طبنجة كان فرغها في دماغ امير لما عمل ده، لما اتعدى عليه يعني وخرج المسدس في وشه. قال له انا عايز اعرف انت كلمتيني ليه. فمدير التنظيم خليل قال له طيب مثلا قول لي كنت عايزك ليه. تخيل، قال له اعتقد انك كنت عايزني علشان خاطر تضمني للفريق بتاعك. قال له ليه، هو انت طلعت الاول وانا مش واخد بالي؟ قال له لا هو الاول كان امير وامير خرج، يبقى انا التاني، يبقى انا بعديه، يبقى انا بقى اللي هكون الاول، واكيد هتضمني الفريق بتاعك. قال له بص انا ممكن اضمك لفريقي فعلا، بس لما تعمل حاجه وما اشوفش وشك تاني غير لما اكلمك. اتفضل. بيروح بعد كده النقيب وسام وبيسحب واحد من العصابة بتاعة السرقة، وبيتكلم مدير التنظيم او اللي هو خليل، يعني بيقول له انا جايب دلوقتي الراجل ده وجاي ويا ريت ما الاقيش صحفيين. قال له خلاص عدي من الباب التاني، الباب اللي ورا. جاب الراجل ده ورايح عند الباب اللي ورا ولقى قدامه نور. ده بداية تعارفهم. أول ما شافها بتصور قال لها هاتي الكاميرا دي ومسح كل اللي عليها. قالت له أنت بتعمل إيه بالظبط؟ شغلي، أنت كده خسرتني شغلي. رد وقال لها أنت أصلا المفروض ما تعمليش كده، المفروض إن ده شغلي أنا وأنت اللي بتبوظيه. الراجل ده المفروض إن هو حرامي يعني وفي عصابة كبيرة، ونشرك عنه هيخلينا ما نقدرش إن احنا نقبض على باقي العصابة، فأنا بشوف شغلي كويس. وقال لها على فكرة شعرك وهو اللي فوق كده مش حلو، يا ريت تفرديه. قالت له أنت مالك بشعري أصلا؟ طبعا من واضح جدا ان في ثنائي تاني جاي على الطريق، وسام ونور هيكونوا ثنائي حلو جدا. بعد كده بيسيبها وبيمشي وبتكون متنرفزه جدا منه. بينزل بعد كده خليل وبيسمعها بتبكي وبتمثل يعني وبتقول ان النقيب وسام بوظ لها شغلها ومسح لها كل اللي على الكاميرا، وانها مش عارفه تعمل ايه، وان المدير اكيد النهارده هيرميها بره ويطردها. طبعا كانت بتمثل. خليل طلب وسام وقال له البنت الصحفيه اللي بتعيط دي ما ينفعش تطلع من عندنا بالشكل ده، هتتكلم عننا كلام مش كويس وهتفضحنا في الجرايد، يا ريت تراضيها. قال ايوه بس دي كانت عايزه تاخد صور يعني خاصه جدا بالشغل بتاعنا وبالعصابه اللي هنقبض عليها. قال له والله بقى اعمل اي حاجه، المهم انك انت تديها خبر حصري علشان تبعد عننا. قال له خلاص تمام. خرج بعد كده وشافها عماله بتعيط وماسكه الكاميرا اللي ما فيهاش ولا صوره وبتقول مش عارفه تعمل ايه في الشغل اللي راح. قال لها انا عندي ليكي شغل حلو جدا، ايه رايك تيجي معايا؟ انا هقبض على عصابه كبيره، والعصابه دي على فكره خاصه بالسرقه. قالت له حل عني انا مش عايزه منك حاجه. قال لها استني بس، عصابة دي عصابة كبيرة وبتقوم بالسرقة، وانا هروح دلوقتي في مكان وهقبض عليهم وهتاخدي صور، يعني صفقة صحفية ليكي، ايه رأيك في الموضوع ده؟ طبعا صدقته وراحت معاه على طول. قال لها لازم نعمل نفسنا ان احنا بنحب بعض في المكان الغريب ده، تقريبا ملاهي، علشان خاطر نشوف الناس اللي بيسرقوا علشان نقبض عليهم. في البداية طبعا ما كانش اصلا طايقاه، وبعد كده بيعمل نفسه اللي هو بينشن يعني في اللعبة، وبيقول لها ان الاتنين اللي هناك دول حراميه، لكن لقيتهم ناس عاديين جدا ومعاهم بنتين عادي. فقالت له بتكذب عليا ولا ايه؟ انت بتضحك عليا، انت جايبني هنا ليه؟ اتنرفزت عليه، لكن مره واحده اتكلم في السماعه اللي معاه مع يعني حد المفروض ان هو معاه، وقال له اقبض على الراجل ده وخليك مراقبه. الراجل ده فعلا كان رايح ناحيه ست علشان يسرقها، راح فعلا ناحية ست وسرقها واخد الشنطة وطلع يجري. وطبعا رجالة وسام كانوا موجودين في المكان وراحوا على طول علشان يقبضوا على الراجل ده والناس الحرامية اللي معاه. وحاول الراجل ده ان هو يضرب وسام، لكن وسام دافع عن نفسه وضربه ومسكه كمان ومعاه واحد تاني، وقال للصحفية نور تعالي يلا بسرعة وصوري اللي انت عايزة تصوريه. صورت طبعا هي مبسوطة كتير، وقال لها خلاص كده انا كده تمام، انت كده مدينة ليا على فكرة، ممكن تغديني او تعشيني في اي مكان بقى.